السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أخواتي، من بعد ما كتغرب علينا الشمس في عرفة كنتوجهوا لمزدلفة وكننزلوا بها وجوبا باش نصليو صلاة المغرب والعشاء جمعا جمع تأخير. كنصليو المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات. ومن المستحب أننا نجمعوا في مزدلفة الحصيات اللي غنحتاجوهم في رمي جمرة العقبة صبيحة العيد. أما الحصيات اللي غنحتاجوهم في أيام التشريق فممكن ناخذوهم من أي بلاصة، ولكن من الأحسن ناخذوهم في مزدلفة حيث ممكن ما نلقاوهمش منا. وإلا قدرنا نباتوا في مزدلفة حتى نصليو الصبح فذلك سنة وليس بواجب، وإلا ما قدرناش نمشيو المنن حيث الواجب هو أننا ننزلوا بمزدلفة ونقضيو فيها وقت يسير من الليل. ملي كنفيقوا الصباح كنصليو الفجر والصبح في المشعر الحرام وكنسألوا الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. من بعد كنرجعوا المنن باش كنرميو جمرة العقبة اللي كاينه جهة مكة. فالسنة أننا خاصنا نكونوا بالشكل اللي القبلة تجي على اليسار ديالنا ومسجد الخيف يجي على اليمين ديالنا. ملي كنتقابلوا معاها كنرميو 7 ديال الحصيات، والحصى هي واحد الحجيره قد الحنصه تقريبا. كنرميو وحده مور وحده، وفاش كنبغيو نرميو كل وحده كنقولوا الله اكبر، وفاش كنساليو الرمي كنقولوا اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا. ملي كنكملوا الرمي كنقطعوا التلبيه، حيت كيف ما ذكرنا من قبل التلبيه كتنتهي برمي جمره العقبه. من بعد كنتوجهوا للقبله وكنرفعوا يدينا وكنسالوا الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والاخره. الوقت المفضل رمي جمره العقبه واللي هو سنه من الضحى حتى للظهر، ولكن معروف بان هذا الوقت كيكون فيه زحام بزاف، والسنه الا ولات فيها الموت كتولي بدعه. لذلك الى لقينا زحام بزاف نرجعوا حتى نصليو الظهر عاد نمشيو نرميو جمره العقبه، وممكن حتى المول العصر، واللي عنده شي عذر ممكن يرمي حتى بالليل. اذا ملي كنرميو جمره العقبه في هذا النهار كنويو اننا ذبحنا الهدي اللي دفعنا الثمن ديالو للمؤسسه المصرفيه اللي كتشرف على مشروع الافاده من لحوم الهدي والاضاحي تما، وهي كتنوب علينا في الذبح. وإلا ما كانتش عندنا القدره على الذبح كنصوموا 10 ايام، 3 ايام في الحج و7 ايام باش كنرجعوا للبلاد ديالنا. من بعد ما كنرميو جمرة العقبة وكنويو أننا ذبحنا الهدي، بالنسبة للرجال كيحلقوا الشعر ديالهم أولا كيقصروه، والحلق أفضل وأكثر ثوابا. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فهنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ركز على الحلق وذكروا 3 المرات، مقابل أن التقصير ذكروا مرة واحدة، وهذا الشيء كيدل على أن الحلق أفضل من التقصير. أما النساء فكياخذوا من الشعر ديالهم قيد أنملة، وهنا كنتحلوا من الإحرام التحلل الأصغر، وكتولي أي حاجة كانت حرام علينا أثناء الإحرام حلال علينا ما عدا النساء والصيد. فهاد 2 حوايج كيبقاو حرام علينا حتى كنطوفوا طواف الإفاضة. طواف الإفاضة في السنة أننا خاصنا نديروه نهار 10 ديال الحجة، ولكن إلا كان عندنا شي ظرف ممكن نأخروه، حيت الوقت ديال طواف الإفاضة ما كيسالي حتى الغروب الشمس ديال آخر أيام ديال الحجة. وطريقة أداء طواف الإفاضة بحال طواف العمرة. الفرق اللي كاين هو أن في طواف الإفاضة بالنسبة للرجال ما كيديروش للطباع، يعني ما كيعريوش كتفهم اليمين. أيضا ما كاينش فيها الرمل في الأشواط 3 الأولى. فاش كنساليو الطواف كنتقابلوا مع مقام سيدنا إبراهيم وكنصليو 2 ركعات وجوبا. من بعد من المستحب أننا نمشيو للملتزم، قدرنا نوصلوا ليه في خير وبركة، ما قدرناش نتقابلوا معه من بعيد ونسألوا الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. من بعد من المستحب أيضا أننا نشربوا ماء زمزم، وكيبقى لنا آخر ركن من أركان الحج اللي هو السعي بين الصفا والمروة. فالطريقة اللي درناها في السعي بين الصفا والمروة في العمرة كنعاودوها في الحج، ما كاين حتى شي فرق. ملي كنساليو 7 الأشواط ديال السعي بين الصفا والمروة
كنتحلوا من الإحرام تحلل نهائي، وكتولي جميع المحظورات اللي كانت حرام علينا أثناء الإحرام حلال علينا، وهكا غنكونوا سالينا جميع أعمال الحج، وكيبقى لنا فقط المبيت في منى ليالي التشريق. وهذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.